في سياق تحت شعار الحرية للقائد أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية، أطلقت في العاشر من الشهر الجاري فعاليات اجتماعية وتجمعات من الأحرار والنشطاء والمثقفين وأصدقاء الشعب الكردي حملة للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان. بهذا الصدد أكد إداريون في الاتحاد الرياضي في الرقة على دعمهم ومشاركتهم في الحملة الدولية لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان التي أطلقت في العاشر من تشرين الأول الجاري في 74 مركزا حول العالم. وأكد الإداريون على أن قضية القائد عبد الله أوجلان هي قضية شعوب الشرق الأوسط بشكل عام، وحرية القائد هي الحل الوحيد للأزمات في المنطقة كاملة. طبعا نحن نحاول قدر الإمكان نساهم بهذه الحملة ونكون نحن دعم بهذه الحملة. طبعا نحن كثفنا حملاتنا، محاضرات، مسيرات على التلفزيون من أجل نوصل فكر الأمة الديمقراطية لكافة الشعوب وكافة الفئات. القائد عبد الله أوجلان قائد الفكر، قائد الحرية، قائد الديمقراطية، يجب أن يكون حل لهذا الموضوع. طبعا ما زال الاحتلال التركي مستمر بسجن القائد عبد الله أوجلان. قضية القائد عبد الله أوجلان هي قضية الشرق الأوسط، ليست قضية حزب وليست قضية قومية. أساس فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، براديغما القائد عبد الله أوجلان الذي تطالب بالتعايش السلمي في الشرق الأوسط. الحل في الشرق الأوسط كانت القضية الكردية، إن كانت القضية الفلسطينية بشكل عام، يعني بفكر فلسفة القائد، بنظام الإدارة الذاتية حاليا في شمال وشرق سوريا هو الحل الأنسب.